فيلمنا بيبدأ مع مجموعة من تجار العبيد معاهم طفل صغير اسمه تشين، باعوه لراجل عجوز شغال فلاح عايش في قرية صغيرة. وهناك تشين قابل طفل تاني اسمه بياو، عبد عند نفس الراجل. تشين كان متمرد على حياته ومش عاوز يكون عبد، فبيقول لبياو انا ههرب وهكون حر. لكن بياو بيقول له العبد مهما كبر هيفضل عبد، والحل الوحيد هو السيف. فبيبدأوا يتمرنوا كل يوم علشان يبقوا جنرالات مشهورين. ومرت السنين وهما بيتمرنوا كل يوم، وفي يوم من الأيام راجل عجوز شافهم، لكن من لبسه واضح إنه من النبلاء، وسألهم انتوا اتعلمتوا مبارزة بالسيف منين؟ فتشين بيقول له احنا علمنا نفسنا بنفسنا، فاستأذنهم ومشي. لما رجع شين وبياو لبيت المالك لقوا الراجل اللي شافهم بيتمرنوا موجود هناك. فالمالك بيقول لبياو ان الراجل ده اسمه تشانج، وده واحد من الوزراء اللي بيخدموا ملك، وعاوز يشتري حريتك ويشغلك معاه في القصر. لكن بياو بيطلب من الوزير تشانج يديله مهلة يفكر، لانه ما كانش عاوز يسيب صديقه تشين لوحده. لكن تشين اقنعه انه يوافق، لان دي فرصته الوحيدة انه يحقق حلمه ويصبح جنرال في الجيش. بعد كده شين بقى لوحده، لكن فضل يستمر في تدريباته ويصعبها اكتر واكتر، واصبح اقوى من الاول بكتير. في يوم شين وهو نايم سمع صوت في الخارج، فبيطلع بياو ومصاب بجروح خطيرة وعلى وشك الموت. وقال لشين ان اخو الملك تمرد واستولى على العرش، وان في مجموعة من القتلة بيتتبعوه وهيوصلوا للمكان قريب. واعطى شين خريطة وطلب منه يروح هناك حالا، وبيموت. بينطلق شين بسرعة للمكان اللي على الخريطة، وفي نفس الوقت بيوصل مجموعة من القتلة للقرية، واتأكدوا من جثة بياو ووجدوا ان سيفه مفقود، فقتلوا جميع سكان القرية. وواحد من القتلة راح ورا تشين